توج فريق جمعية سلا المغربي بكأس أبطال إفريقيا لكرة السلة بعد التغلب على النجم الرادسي التونسي في النهائي. فريق الجمعية السلوية عرف كيف ينظم طريقة لعبه للفوز بالكأس الإفريقية، منهيا حواره مع النجم الرادسي ب77 نقطة ل69. مقابله صعيبه، وحنا تنعرفوا مزيان الفريق التونسي كايكيب ناسيونال وكفرق. البطوله ديالهم بطوله مزيانه. الحمد لله حنا تفوقنا كما شفتوا. ديما تنكونوا تنتعثروا في البدايه ديال المقابله، وانما الحمد لله ليسبري دو جروب قوي وترجعوا في المقابله. البدايه كانت شويه ضعيفه في الاول، بس في الاخر الدراري الحمد لله فاقوا مزيان وقدروا يرجعوا في المقابله. وشو القوه ديال الفريق ديال الجمعيه السلويه من الشفيق راه ماشي يقدر شي فريق يوقفوه، فهمتي؟ شفتوا على عينيكم. جاتنا شوط كبيره قاعد تطول. شوف تجيب سوق 40 دقيقه تلعبك، والمشكل فيه كي تجيك شوط لازم ترجع فيصل. احنا ما عرفناش كيفاش نرجعوا، رجعوا علينا في السكور ذولي. اون بليس نصور التعب اللي خلى الروسيت ما تمشيش في الاخر. يلزمش واحد ينسى القوه نتاع الفريق المنافس، ونعرفوا كنا نعرفوا كيف حضرنا المباراه، كنا نعرفوا انهم في كل وقت ينجموا يرجعوا. واللي فريق هذاك اذا كان ياخذ سكور ياخذ النتيجه في المباراه صعيب ياسر باش تعاود ترجع ليه.